درس جديد من موقع دروس اونلاين دوت كوم. ان شاء الله النهارده هنتعلم ازاي تقدر تعمل فيزا للشراء من خلال الانترنت في مصر. اول فيديو زي ما احنا متفقين. انترو بسيط 5 ثواني او ما جابش ال5 ثواني كمان. السلام عليكم، عاملين ايه؟ من زمان ما نزلناش اي فيديوهات طويله، بس يعني ده كان زنقه بقى الدراسه وان احنا في سنه رابعه بقى وبتاع مشاريع التخرج والبرزنتيشنات البرزنتيشنات كذا برزنتيشن كانوا مطلوبين مننا. تمام، فيعني انا جاي المره دي، يعني هو الفيديو ده انا مش محضر له اي حاجه، هو مجرد الفكره بس جت في دماغي فقلت هعملها. طيب الفيديو ده بيتكلم عن ايه؟ الفيديو ده بيتكلم عن ان مثلا اي واحد فينا بيبقى عايز يعمل محتوى او ان هو عايز يصور فيديوهات، بس في نفس الوقت المحتوى ده يكون مفيد، فهو مش بيلاقي في الاول المقابل اللي يقدر يخليه يكمل. يعني هو بيعمل مجهود بس ما بيلاقيش مقابل للمجهود ده. المقابل ده ما بيلاقوهوش غير بعد فترة تكاد تصل لسنتين تقريبا. يعني أول سنتين دول ما بيلاقيش فيهم أي مقابل، هو مجرد بيعمل مجهود مجهود مجهود، مفيش أي مقابل. إنما بقى بيبدأ بعد سنتين مثلا يبدأ يلاقي المقابل ده. انا لسه لحد دلوقتي برضه ما وصليش مقابل، يعني انا تقريبا داخل على السنه ولسه برضه ما وصليش اي مقابل، ولسه ما الدنيا لسه يعني ايه، ما وصلتش حتى لل1000 سبسكرايبر. بس الفكره ان انا عارف الكلام ده من بدري، وعارف الكلام ده من قبل ما ابدا اعمل فيديوهات، وعارف الكلام ده يعني من ناس هما اوريدي وصلوا لمكان عالي دلوقتي، وناس يعني وصلوا لل8 مليون وال10 مليون سبسكرايبر. طيب كل اللي بيخلينا ان احنا نصبر، لان احنا يعني بنتعرض لحوار اللي هو ايه، الاحباط بقى، وان مفيش مقابل او مفيش يعني مفيش دعم من الناس، او مفيش فكرة ان انت تلاقي مقابل للحاجة اللي انت بتعملها دي. فكل اللي بيصبرنا هو ان احنا نتفرج على بدايات الناس اللي حاليا واصلين لعدد مشتركين كبير ومشهورين الى حد ما. تمام. طيب فانا كل اللي هعمله ان انا هجيب بدايات الناس دي، يعني هجيب الفيديو بتاع اول فيديو الناس دول عاملينه، ومش تنمر ولا تريقة ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص عشان محدش يفهم الحوار غلط. كل اللي انا هعمله ان احنا هنجيب بدايات الناس دي ونشوف هم كانوا بادئين ازاي ووصلوا لايه. هنجيب اخر فيديو هم عاملينه اللي هو يعني في الفترة الحالية، والفيديو اللي هم عاملينه من يعني اول فيديو عملوه خالص، واول فيديو ظهروا فيه بوشهم في التشانل بتاعتهم. تمام. طيب الشروط بقى احنا حاطين كذا شرط، يعني انا لما اتناقشت مع حد يعني حطينا كذا شرط. هم ايه بقى؟ ان اليوتيوبر ده يكون عربي، ويفضل طبعا ان هو يكون مصري عشان يكون بيمر بنفس الظروف اللي احنا مرينا بيها او بنفس المواقف اللي احنا مرينا بيها. ويفضل برضو ان هو يكون في مكان يعني الحاجات فيه يعني ايه ضيقة شوية، يعني مثلا يكون مثلا من قرية، او ان هو يكون مثلا من محافظة بعيدة شوية عن القاهرة واسكندرية، الحتت اللي هي المشهورة دي. تمام. فهي دي يعني دي اول حاجة. تاني حاجة ان هو يكون بدأ لوحده، ما يكونش مثلا معاه فلوس وبعدين بدأ ان هو يشتغل يجيب ناس تساعده. لا، ان هو يكون بدأ لوحده، ان هو بدأ التشانل دي لوحده، هو اللي بيكتب سكريبتات لوحده، هو اللي بيصور لوحده، هو اللي بيمنتج لوحده، هو اللي بينزل الفيديوهات لوحده، هو اللي بيكمل في الطريق لوحده لحد ما وصل لدرجة ان هو لازم يكون معاه تيم عشان ان هو يقدر يكمل في المجال ده. تالت حاجة ان هو يكون بدأ طبعا بامكانيات ضعيفة، والمونتاج بتاعه بسيط، يعني مش مونتاج احترافي ولا فيه جرافيكس كتير ولا فيه الكلام ده كله، هو مجرد بيعرف يقطع الفيديوهات على رأي محمود ابو اسماعيل. ف كفاية رغي لحد كده. يعني انا جايب النهاردة اتنين. واحد اسمه احمد ابو زيد صاحب قناة دروس اونلاين اللي طبعا كلنا عارفينه. تمام. والتاني محمود ابو اسماعيل. محمود ابو اسماعيل صاحب قناة يعني قناة، هي القناة اسمها محمود ابو اسماعيل، يعني ابو زيد عندنا ابو زيد وابو اسماعيل. ف فهنشوف يعني بدايات بقى ابو زيد وبدايات محمود ابو اسماعيل، وازاي وصلوا للمكان اللي هم فيه، او
الفرق ما بين اول فيديو والفيديو اللي هم عاملينه دلوقتي، وهنشوف بقى عدد الفيديوهات وعدد الفيوز وكل الكلام ده كله، وهنشوف وصلوا ل100 ألف سبسكرايبر في قد ايه او بعد كام فيديو. بس كفاية رغي ويلا بينا. يعني هو ده الفيديو بتاع اول فيديو لاحمد ابو زيد. طيب اول فيديو ده كان امتى؟ كان يوم 14 أغسطس سنة 2014، يعني تقريبا بقاله حوالي 10 سنين دلوقتي أو داخل في ال10 سنين، يعني خلاص هو قفل ال9 سنين خلاص. تمام. هنشوف الفيديو كان عامل ازاي. يعني تعالى بقى نجيب اللي هي الكلاسيكيات، الانترو القديم أو أول انترو لأحمد أبو زيد. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في ده. طيب هو الانترو من اللي هو الانتروهات البسيطة، يعني من اللي هو مش اللي هو البروفيشنال قوي بتوع اليومين دول، لان ساعتها ده كان كافي جدا. فيعني احنا زي ما قلنا مفيش جرافيكس كتير، الصورة او الفيديو الخلفية بيضة، مفيش مثلا وراه حاجات مثلا اللي هي ايه، حاجات بقى اللي هي الجمالية اللي موجودة دلوقتي في فيديوهاته يعني. تمام. ومجرد ان هو قاعد مشغل الكاميرا وراه خلفية بيضة وشكرا على كده، وبدأ ان هو يتكلم عن الحاجة اللي هو يعني ايه عايز يعرضها. درس جديد من موقع دروس اونلاين دوت كوم. ان شاء الله النهارده هنتعلم ازاي تقدر تعمل فيزا للشراء من خلال الانترنت في مصر. اول حاجه عشان تعمل فيزا لازم تكون عديت 18 سنه. في ناس كانت اتكلمت معايا قبل كده، يعني انا تعليق على الحتة دي بس، في ناس كانت اتكلمت معايا قبل كده على حتة ايه، ان انا بقف في الوسط وبقول ايه، بقول يعني ايه ان انا بقف في الوسط ما بين الكلام. طيب احنا عندنا واحد من احسن الناس اللي بيعملوا فيديوهات دلوقتي، يعتبر احسن واحد بيعمل فيديوهات دلوقتي. هو كان برضه في البدايات بتاعت الفيديوهات بتاعته كان بيقف برضه، يعني ايه، بيقف وبعدين يكمل، يقف وبعدين يكمل، يقف وبعدين يكمل. انا هنا طبعا تاني، انا مش بقلل او بتنمر او بعمل اي حاجة غير ان انا بس يعني بحاول ان انا اصبر نفسي، او ان انا اشجع نفسي ان الناس اللي مشهورة دلوقتي هم بداياتهم كانت يعني برضو بسيطة، زي ما انا بدايتي برضو لسه زي ما هي بسيطة. نكمل بقى. عندنا في مصر ممكن تطلع الفيزا من اماكن كتيره جدا، يعني ممكن من البنك العربي الافريقي، ممكن من بنك NSGB، ممكن من البنك الاهلي، ممكن من كريدي اجريكول، او تقريبا اي بنك بيبقى فيه خدمه ان انت تطلع فيزا البنك العربي الافريقي. عندك بيبات الشراء بس افريقي، لان تكلفه ازاي تقدر تعمل ده ببساطه. ازاي تقدر تعمل فيزا للشراء من خلال الانترنت في مصر. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، سبسكرايب اند شير. تقريبا الفيديو كده خلص. الفيديو خلص، يعني كل حاجة في الفيديو اتقالت في تقريبا في 3 دقايق. بداية بسيطة، مونتاج بسيط، مجرد بس ان هو الصوت وصل للناس كويس وبس كده، يعني مفيش خلفية في الظهر. تعالوا بقى نبص على الثامنيل بتاعت اللي هو الفيديو ده. يعني مثلا نيجي على الفيديوهات، على oldest، فين الفيديو ده؟ اهو الفيديو ده. الثامنيل بتاعته يعتبر مفيش ثامنيل اصلا، هو يعني يا دوب حاجة بسيطة كده، يعني مجرد صورة بسيطة بتعبر بس عن الفيديو. تمام. طيب نيجي بقى لأحمد أبو زيد دلوقتي، نيجي على الفيديوهات الأخيرة. طبعا باين الفرق، واضح الفرق في الثامنيل بتاعت الفيديوهات من بره نفسها، واضح الفرق كمان يعني لما نيجي نفتح الفيديو كده، حاجه جامده او حاجه مبهره. واضح الفرق في الطريقة، واضح الفرق في الخلفية، في الباك جراوند اللي وراه، واضح الفرق كمان في الجرافيك. يعني احنا نوطي الصوت، واضح الفرق كمان في الجرافيك اللي موجود والكلام ده كله.
خالص، مفيش حد بيقول لك اتعلم الحاجات دي او خد بالك من الحاجات دي. مهارات بتفرق فعلا في سوق العمل وبتفرق في حياتك عامه، ولكن محدش بيشاور لك عليها. فالنهارده ان شاء الله بشكل مقتضب هنتكلم عن اهم 5 مهارات لازم تتعلمهم النهارده قبل بكره، يعني يفضل تتعلمهم النهارده قبل بكره يعني براحتك، بس هم مهمين. فيلا نتعرف عليهم سريعا. بالمناسبة هو الفيديو ده كويس قوي يعني، فاللي متفرجش عليه يا ريت يتفرج عليه. وبرضه شايفين تحت تقسيمة الفيديو، وكمان عدد الوقت بتاع الفيديو زاد. يعني الوقت بتاع الفيديو هو 17 دقيقة أو 18 دقيقة، الفيديو التاني كان بالظبط 3 دقايق. طبعا واضح الفرق في الانترو. اول مهاره معانا وهي مهارات التعلم او تقنيات التعلم. بص، في حاجات كفيله انها تضاعف تحصيلك من المذاكره بتاعتك، في تكنيكس وتيبس وتريكس وطرق معينه للمذاكره. شفت الفرق؟ فرق ما بين الجرافيكس اللي موجودة دلوقتي والباك جراوند، واللي هو الكتابة على الفيديوهات والاستعانة بفيديوهات زي دي بتوضح الكلام اللي هو بيقوله. يعني مثلا وهي مهارات التعلم او تقنيات التعلم. بص، في حاجات كفيله هو بيستعين بفيديوهات زي دي، هو كان مصورها قبل كده اصلا بس بيستعين فيها عشان ان هو يوضح شيء معين او يوضح حاجة معينة للي بيتفرج. طيب نيجي بقى للحاجات المهمة. احمد ابو زيد عمل كام فيديو؟ احمد ابو زيد اهو. عدد الفيديوهات بره صح ثواني. عدد الفيديوهات 577 فيديو. تمام. طيب وصل لكام مشاهدة؟ وصل ل405 مليون مشاهدة. 405 مليون مشاهدة و103 ألف. طيب ده الفرق ما بين أحمد أبو زيد من 9 سنين وأحمد أبو زيد دلوقتي. تمام. طيب تعالوا بقى ننتقل لحد تاني وهو محمود أبو إسماعيل. ده محمود أبو إسماعيل. نيجي نجيب أول فيديو لمحمود أبو إسماعيل على القناة. بص برضو مفيش ثامنيل، مفيش أي حاجة، مفيش أي جرافيكس. يعني بص مجرد حاجات بسيطة بس اللي موجودة. طيب تعالوا لأول فيديو. ممكن نيجي عند بتاع الثانوية العامة، أو لأ تعالوا على أول فيديو زي ما احنا متفقين. انترو بسيط 5 ثواني او ما جابش ال5 ثواني كمان. تمام. مش مركب مايك، يعني حاليا في الوقت اللي هو كان بيصور فيه ده مش مركب مايك، مجرد حاجات بسيطة بس موجودة في الباك جراوند عنده. تعالوا نتفرج. فلوج بالعربي معناها التدوين المرئي. معنى كلمة فلوج هو نفس معنى كلمة بلوج، بس الفرق ان في الفلوج انت بتستخدم الفيديو كالوسيط. 15 يونيو 2003 ناتشو دوران عمل اول بلوج. الفكرة من الفلوج هي توصيل الفكرة للناس بطريقة معينة، بطريقة ممكن تكون يوميات، خواطر، تعبير مستثمر. اكيد سامعين الصوت واكيد سامعين الدوشة اللي موجودة. فالفكرة كلها ان هو برضو نفس البداية. تمام. طيب الفيديو ده معمول من امتى؟ الفيديو ده معمول من 16/7/2013، يعني تقريبا قبل احمد ابو زيد. بس عشان محمود ابو اسماعيل شغال على 3 قنوات مختلفة. انت فاهم القصد؟ محمود ابو اسماعيل شغال في 3 قنوات مختلفة ما شاء الله وربنا يبارك له طبعا. بس هي الفكرة ان هو شغال على 3 قنوات مختلفة، بينزل فيديوهات على ال3 قنوات دول اسبوعيا. تمام. طيب نشيل ده بقى، نيجي لأول فيديو لمحمود أبو إسماعيل أو الفيديو الأخير لمحمود أبو إسماعيل. طبعا شايفين الفرق في الثامنيل بتاعت الفيديو أو الصورة بتاعت الفيديو. شايفين الفرق؟ يعني مش محتاجة إن احنا نتكلم. طيب تعالوا نتكلم عن آخر فيديو اللي هو ده. ده انا وانا بحاول اعمل انترو للفيديو اللي انتوا بتتفرجوا عليه وانا بسوق توك توك. سواقة التوك توك صعب ولكنه عالم غريب، ممكن نتعلم منه حاجات كتير. انضموا معايا في هذا الفيديو واحنا بنزور العالم ده. سواقة التوك توك جدا صعبة، انتوا مش متخيلين. المهم في كلام كتير يتقال في الفيديو ده.
في الفيديو ده انا نزلت منطقه المعادي علشان اقابل صديقي الجديد حسام سواق التوك توك واخليه يعرفني اكتر عن العالم ده. ومش غلط يعني نتعلم شويه ازاي الواحد يقدر يسوق توك توك فعلا. نروح مكان فاضي امان كده لا كده عشان تعرف اول مره انا جيت فيها مصر وشفت التكاتك وانا مهووس. طب هو اسيويه ومن المواصلات اللي احنا برضو كان عندنا احتياج. شايفين الفرق؟ وعلى فكرة محمود أبو إسماعيل من الناس الكويسة أوي 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 في تصوير الفيديوهات وتصوير الفلوجات على اليوتيوب. يعني في فيديو هو مصوره اللي هو الفيديو بتاع نحن نعيش في عصر الشغل على السوشيال ميديا، بجد ده من أحسن الفيديوهات اللي أنا اتفرجت عليها لمحمود أبو إسماعيل. يعني تعالوا نتفرج. انا محمود اسماعيل وانا شخص اتولد في التسعينات من القرن الماضي، عمال يوصل لي فيها. وزي اي شخص اتولد في التسعينات اهلي كانوا عايزيني ابقى مهندس، واذا ما كانش مهندس يبقى دكتور. في الفترة دي أنا كان عندي مهمة في منتهى الخطورة، مهمتي وأنا عندي 16 سنة ولسه. ده محمود أبو إسماعيل. الجرافيكس واضح، الفرق واضح ما بين ده وما بين أول فيديو. طيب تعالوا نشوف بقى محمود أبو إسماعيل عمل كام فيديو. محمود أبو إسماعيل على القناة دي عمل 493 فيديو، الرقم أهو، يعني الرقم تحت إيده أهو، 493 فيديو. وصل لكام فيو؟ وصل ل 88,767,000، الرقم أهو. يعني دلوقتي هو عدى يعني ضعف، يعني داخل على تقريبا على سكان مصر كلهم 110 مليون. تمام. طيب دي أول قناة لمحمود أبو إسماعيل. تعالوا نشوف القنوات التانية. تقريبا القنوات التانية حاططها هنا. القنوات التانية اهي، قناة اسمها بانتو ماث عليها 311 ألف سبسكرايبر، والقناة التانية اسمها من غير مونتاج، دي بيتكلم فيها عن الأفلام الجديدة والكلام ده كله، ودي عليها 560 ألف سبسكرايبر. فأنت متخيل هو شغال على الثلاث قنوات، وحاليا اليوتيوب هو دخله الأساسي. تمام. طيب وبالمناسبة أبو إسماعيل وأبو زيد كانوا عملوا فلوج، كانوا عملوا بودكاست مع بعض تقريبا، وبجد الفلوج ده من أحسن الفلوجز اللي أنا شفتها. ده الفلوج بتاع أبو إسماعيل وأبو زيد، اللي هو الفلوج ده. استنى بس الإعلان يخلص. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ واهلا بكم ابو اسماعيل. ده الفلوج. تمام. الفلوج مدته قد ايه؟ 2:15. انا اول مره اقعد اتفرج على حاجه لمده 2:15 غير الافلام، فالفلوج كويس قوي. والناس اللي بتتفرج على محمود ابو اسماعيل هيعرفوا ان احنا لما نقول ان الفلوج ده جدا كويس هيعرفوا الفرق ما بين كويس جدا وجدا كويس، عشان اكيد هم عارفين ده من محمود ابو اسماعيل. بس ده كان كل اللي عندي النهارده. فانت دلوقتي اكيد عرفت، يعني كشخص بيصنع محتوى او شخص نفسه يبدأ في المجال ده، عرفت ان انت مش من السهل ان انت توصل لعدد الناس او عدد الاشخاص اللي موجودين على السوشيال ميديا. بالمناسبة احنا بس عشان نسينا ان احنا يعني نقول هم وصلوا لكام الف سبسكرايبر او لكام 100,000 سبسكرايبر من بعد بدايتهم، فانا هوريك دلوقتي. طيب تقريبا باين، مش عارف ولا لأ، تقريبا باين يعني ان الفيديو اللي احمد ابو زيد نزله عن الدرع بتاع 100,000 سبسكرايبر كان يوم كام؟ في نوفمبر 2016. تمام. طيب اول فيديو بقى احمد ابو زيد نزله على التشانل بتاعته. If you do any kind of writing, you need to check out this AI tool. It's called Quillbot, and it made كان اول فيديو، مش عارف باين ولا لأ، اول فيديو كان في 2012 31/6/2012. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان احمد ابو زيد قعد 4 سنين ونص عشان يوصل ل100,000 سبسكرايبر. فانت ما تجيش من اول سنه تعدي عليك على اليوتيوب تقول ان انا ما وصلتش ل100,000 سبسكرايبر فانا مش هكمل. لا،
واحد من يعني اشطر الناس اللي موجودة على اليوتيوب حاليا، وصل في 4 سنين ونص ل100,000 سبسكرايبر. فاهم الموضوع؟ يعني مش بالساهل ان انت توصل للموضوع ده، مش بالساهل ان انت توصل ل100,000 سبسكرايبر او ال1,000,000 سبسكرايبر. على فكرة يعني احنا لو اخدنا بالنا، احمد ابو زيد عنده دلوقتي 8 مليون، تمام؟ ال 8 مليون دول في حوالي هو بدأ اول فيديو ليه 2012. احنا دلوقتي داخلين على 2000، احنا دلوقتي في 2023. يعني هو بدأ بقاله حوالي 11 سنة. أول 4 سنين ونص أو أول 5 سنين كان 100,000 سبسكرايبر. ال6 سنين اللي بعد كده بقى وصل ل8 مليون سبسكرايبر. يعني أول 5 سنين كان فيهم 100,000 سبسكرايبر. ال6 سنين اللي بعد كده فيهم 7 مليون و100,000 و900,000 سبسكرايبر. فهي فكرة في أول بس 100,000 إن هم يجولك، وبعد كده الملايين هتيجي بعديها، والناس يعني هتبدأ إن هي تشوف فيديوهاتك أكتر وأكتر. بس كده، أنا عارف إن أنا طولت في الموضوع، ويعني لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو وشير. متنساش تعمل فولو وشير ايه، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك، وتستناني المرة الجاية، واشوفك على خير ان شاء الله. ولو في حد عايزين ان احنا نتكلم عن البداية بتاعته في اي مجال، مهما كان المجال بتاعك اللي انت عايز تبدأ فيه، اكتب لي تحت في الكومنتس. سلام. حلوة الخلفية دي، انا عجباني. حلوة الإضاءة دي، انا عجباني انا هعتمدها. يعني فكرة انا هعتمدها. حلوة الفيديو، يعني الفيديو عاجبني، خصوصا ان هو كمان من الكاميرا الأمامية.